سمعتوا قبل كده عن السرقة عن طريق التنويم المغناطيسي؟ الموضوع ده يا جماعة مش فيلم ولا حتى قصة من الخيال، ده واقع وفعلا بيحصل. واحد يدخل عليك بابتسامة هادية بكلام بسيط، وفجأة الضحية اللي قدامه يلاقي بيسلم نفسه فلوسه، ذهبه، محفظته، أي حاجة في إيده من غير ما يحس، وكأنه مسلوب الإرادة وكل أريحية. لا حد يشك فيك ولا حد يتخيل إن حد بياخد منك حاجة غصب عنك. ودي سياسة السرقة عن طريق التنويم المغناطيسي، بتنفذ كل المطلوب منك كأنك مسلوب الإرادة بالظبط. ولما تصحى تقول ازاي هما مين دول، وانا عملت كده ازاي؟ عايزاكم يا جماعة تشيروا الموضوع ده على أوسع نطاق، علشان الموضوع ده انتشر الفترة دي على السوشيال ميديا. وآخرهم الحادثة بتاعت سرقة السنترال الكبيرة من البنت عن طريق واحد وواحدة متسولين في الشارع وبينفذوا الطريقة دي، نقولوا كلام بسيط كده وكلام غريب، ويفقد الضحية كل حاجة موجودة معاه. يا ريت يا جماعة نحذر ان احنا ما نقفش مع اي حد غريب ما نعرفوش، تجنبا لاي حادثة من الحوادث دي. ولايك وشير كتير علشان الكل يستفاد.